العزيز الأخصائي عبد الواحد آل زاهر. شرفنا أبو جعفر. اليوم احنا غيرنا المكان لكن ما غيرنا الأخصائي، جينا من العوامية لحقنا إلى هنا للجيش علشان نسوي الحجامة، لأنه هذه خبرتنا وياه سنين. بس عطنا رايك في المركز الجديد يا أبو عبد الله. والله فاجأنا الدكتور عبد الواحد الزاهر، هذه الشخصية حقيقة المجتمعية راقية في الأخلاق وفي العمل وناصح جدا. والمبنى الجديد حقيقة فاجأني. أول شيء مبنى مجهز بكافة المستلزمات الطبية والصحية اللي تخدم هذا الاختصاص. كذلك في عنده حاجة جميلة جدا ما كانت متوفرة، هو الاستقبال الجميل جدا من قبل الإخوان الموجودين، المتابعة، العيادة، مظهر العيادة، أماكن الاستراحة، ما خلى شيء دكتور عبد الواحد. حقيقة كل الشكر والتقدير، وننصح الكل حقيقة ليس مجاملة إنما من واقع خبرة في هذا الشخص الطيب الخلوق الصحي. الحجامة وصى فيها الرسول وعليكم بالحجامة وعليكم بهذا الشخص أبو حسن. تسلم الله. أبو حسن ليش غيرت المكان أول شيء؟ أول حاجة أنا أحب إنه يكون الشيء منظم، استقبال، مواعيد متابعة، وكانت في السابق حتى مو متاحة، غير إنه هنا مهيئ كل شيء، استراحة، أرتب أكثر، وأهم حاجة استقلالية لمرضاي للحجامة فقط، ما أبغى مشاركين إصابات ملاعب أو علاج طبيعي مع أبعاد خبصة، فأرتب لنا كذا. الله يعطيك العافية. وهذه عيادة أصلا عيادة كلينيك بلس، عيادة مختصة، وإحنا شفنا ما شاء الله من أول ما جينا استقبال وسعة مكان ومكان انتظار، فيعني ابتهجنا في الدكتور. حقيقة النظافة، هدوء، تبغى شاي قهوة موجود عشان لو تأخر عليك الشيء بسيط أنت خدم نفسك بنفسك. بالإضافة هذا الشخص يا أخي يحرجك، ابتسامة، سؤال، يقضي على كل الإرهاب الموجود أو التخوف الموجود عندك في عملية الحجامة، وإنسان متخصص بارك الله فيه. والاستفسارات الله يحفظكم، الاستفسارات مجانا، أنا متواجد دائما جدولي لأحد والثلاثة، وأي استفسار عن الحجامة مجانا أنا في أي وقت، وجوالي كالآتي 050 3944 004. ألف شكر لك يا أبو حسن. إن شاء الله أنت بتشجعنا نجي كل 6 شهور يعني على الأقل بعد مع هالتنظيم هذا. جزاك الله كل خير. أحسنتم. يلا حياك الله، مع السلامة.